انا بدأت من الصفر يما. انا سارة، بشتري هدوم وبشتري لبس فينتج وحاجات للبيت. فقررت ان انا اعمل قناة واسميها سارة السيد عشان اوريكم انا بشتري الهدوم وديكورات البيت منين وفين وبكام كده. فلو انت مهتمين بالمحتوى ده اعملي لي لايك واشتراك وتابع الفيديو، هاتي كوباية شاي بقى كده حلوة علشان نظبط الدماغ. ولو معجبكيش كأنك مشوفتنيش. انا جيت. طب يا جماعة، انا بقالي كتير قوي ما نزلتش الوكالة. فنزلت كنت في يوم انا تعبانة، نزلت وقلت انا لازم اجي على نفسي علشان الناس من حقها ان هي تشوف الاستندات والشوارع والعنوان. وفعلا صورت الحاجات بالتفصيل بالعنوان وكل ستاند، وصورت بقى مشتريات وفلوج وانا نازله مخصوصه كده. روحت مع العلم ان انا لما بروح الوكاله بيبقى سفر تمام، يعني الوكاله مش جنب بيتي خالص. وصورت فيديوهات كتيرة، عملت سلسلة فيديوهات اسمها بنترست كوبي بيست، وعملت اكتر من 8 فيديوهات وتعبت في تصويرهم وايديت، وكانوا جاهزين علشان انزلهم كل اسبوع انزل حلقة. وصورت حاجة برضو اسمها رسمة بلبسها، وبرضو واتعلمت ايديت بقى وعملت محتوى كل ده على الموبايل. فجأة بفتح الموبايل لقيت الموبايل اتحرق. فانا بدأت من الصفر بمعنى الكلمة. طبعا وديته للراجل، قعد 4 ايام او 3 ايام يتصلح، هم كله ان الحاجه ما تتمسحش. تاني يوم الراجل قال لي انا مسحت كل حاجه. ف كنتش عارفه بقى ان انا يعني ايه، دموعي اتجمدت. اللي انا طب انا هعيط، الناس هتضحك عليا تقول انت بتعيطي عشان ايه؟ طب الحمد لله احنا كويسين. إيه هو مش مشكله كبيره، بس انا بقى ايه، والحاجات اللي ضاعت دي انا مش عارفه اجيبها تاني. نزوله زي نزوله الوكاله دي بالاستندات بقى، يعني انا كنت عامله تفاصيل فيديوهات، كل ده اتمسح، كل حاجة اتمسحت. يعني انا ما المهم ان انا خلاص هعمل ايه، ما بقاش معايا موبايل. احنا حياتنا اصلا، انا مواليد التسعينات، حياتنا اصلا ما كانش فيها موبايل. الفيديو ده هو اصلا بعنوان عملت ايه وانا زهقان. اول حاجة عملتها لقيت عندي كتاب اسمه قصص الانبياء، عمري في حياتي ما فتحته، هو عندي بس ما فتحتهوش. فابتديت ان انا اقرا قصص الانبياء، وبصراحه انا كسفت من نفسي جدا ان انا اكتشفت ان انا ما بقراش خالص. ولما قريت قصص الانبياء قصه جت ورا قصه بقى عندي معلومات عامه. يعني انا دلوقتي حاسه ان انا لو قعدت في اي قعده انا عندي معلومات عامه عن حاجات انا عمري في حياتي ما قريتها. ليه؟ عشان انا ما قريتهاش، ما كانش عندي وقت. مع ان ده حاجه غلط، يعني انا عرفت ان في جانب سلبي للموبايل. ليه قريت قصص الانبياء؟ علشان انا كنت بقرا قران الحمد لله كل يوم. انا قريت مثلا 5 اجزاء في خلال 3 ايام قبل ما انام. فكل لما اقرا قران الاقي قصه فانا عايزه استفسر اكتر. طب دماغي بدات تتفتح، هو سيدنا زكريا رضي الله عنه ايه علاقته بسيدتنا مريم رضي الله عنها؟ فبدات ان انا افتح كتاب ايه بقى، جبت كتاب قصص الانبياء دورت عليه ولقيته. فبدات ان انا اعرف ايه علاقه ده بده، فبقيت اكون احداث. فالاتنين كانوا مرتبطين ببعض. ده بالنسبة للقراية. طب عملت ايه تاني؟ كان عندي خيط مركون كتير قوي، خيط كروشيه مركون بقاله كتير. بدأت اعمل شنط، فعملت شنطة ورا شنطة ورا شنطة. وبعد كده عملت جيليه، كان نفسي اعمل جيليه كده بفيونكات كده فانا عملته. طب بصوا تعالوا اوريكم الشنط اللي انا عملتها، وبعد كده آه ارجع بقى اوريكم عشان انا عايزه اوريكم عملت ايه وانا زهقانه بكل التفاصيل. انا رحت جبت الشنط وجيت. بصوا دي اول شنطة انا عملتها قبل ما الموبايل البوردة بتاعته تتحرق، بس انا كملتها يعني فاهمين، عملت لها التقفيل بتاعها. طبعا انا جبت كل الخيط الصوف اللي كانت عندي وعملت الالوان المفضلة. وبعد كده عملت الشنطة دي بخيط كليم. عملتها وبرضو كانت عايزة تكمل، فانا كملتها بالايد دي بس لسه هلزقها. فعايزة دماغ مصحصحة، فانا مستنيه صحصح. انا كان نفسي قوي اجيب شنطه اللي هي تحس ان هي بدوي شويه، بس انا مش عارفه اشتريها منين. فانا اشتريت الحاجات دي من محل خردوات وعملت كروشيه. يعني ده خيط كروشيه بس خيط اسمه ايه انا ناسيه، هبقى افتكر. ده بقى الجيليه اللي انا كنت بقولكوا عليه. طبعا انا كنت عايزه اصور تفاصيله كلها لان انا كنت بدأت وانا بصور فيه، بس طبعا الفيديو راح لحال سبيله فالطريقه يعني اتمسحت.
فانا هبدا ان انا اصور لكم مقطع كده، عشان اكيد انتوا هتبقوا عايزين اسم الغرزه وطريقتها، هي سهله جدا. فانا هحاول ان انا اصورها لكم علشان ابقى عملت اللي عليا. الكروشيه ده بطلع فيه اي طاقه سلبيه، الابره كده بتطلع الطاقه السلبيه، ما بفكرش في اي حاجه تضايقني، يعني بحس ان انا انا بركز في عدد الغرز، بفكر مش عارف بس انا اصلا من هواياتي الكروشيه. نفسي اتعلم تريكو بس لسه الخطوه دي ما جاتش. بحب اتفرج على المسلسلات الرايقه بتاعت امير عيد دي، اتفرج على المسلسل اعمل كوبايه شاي كده بالنعناع، يا انا مزاجي رايق يا جماعه. اي حاجه تضايقني خارجيه آه خلاص انا عقلي بحاول ان انا ارستق عقلي ان انا عايزه اعيش في روقان، كفايه ضغط عصبي من بره، كفايه تعليقات سلبيه، لان انا فيديوهاتي ساعات بتجيب تعليقات سلبيه عادي، فخلاص يعني عقلي ارتاح شويه بجد. طبعا في حاجه استفدتها قوي لما الموبايل باظ، وهو انا وفرت فلوس كتيره جدا، ان انا بطلت اشتري اونلاين. انا هطلب اونلاين ازاي؟ فلك ان تتخيلوا ان انا وفرت فلوس، يعني انا دلوقتي محوشه فلوس الحمد لله. بدأت ان انا اتمشى في الشوارع واكتشف اماكن جديدة، واكتشف محلات مطاعم، اكتشف بيوت قديمة. يعني هواياتي بقى بدأت ان انا اقول هو البيت ده مين اللي كان عايش فيه، بقيت افكر بقى في حاجات كده. وبقيت بقعد في البلكونة كتير في الهوا، واقعد كنت عندي زرع، بدأت يعني كده كده انا بحب الزرع، فزرعت اكتر ورويت اكتر. حسيت بقى بجد ان انا بشرتي اتحسنت، يعني وشي رايق. يعني انا اكتشفت ان وشي رجع على ايام الطفوله. يعني اكيد انتوا باين ولا ولا انا بيتهيألي ولا ولا انا بقنع نفسي؟ لا بجد، يعني حسيت ان انا وشي راق شويه، لان الموبايل ده ساعات بنقرا مشاكل كتيره ونشوف حاجات كتيره، وفي ناس بتكلمني بتعمل مشاكل مش عارف فانا فجاه انا انقطعت عن العالم، انا مش معايا موبايل يا جماعه، محدش هيتصل بيا ولا حد يكلمني، وانا اللي عاوز اوصل لحد هستلف موبايل وهتكلم. اكتشفت بقى في عز الحاجات دي ان انا عندي شغف التصوير، انا فعلا محتاجه كاميرا يا جماعه. بص انا مش عايزه موبايل، انا محتاجه بس كاميرا اصور لحظات مهمه، اصور انا لابسه اصور انا بشتري منين. انا فعلا اكتشفت ان انا عندي شغف تصوير. انا مش عايزه موبايل يا جماعه، ده تصوروا لي في كاميرا. كان عندي كاميرا صغيره كده، هي البطاريه بتاعتها بايظه، طب انا عايزه حل ان انا اصور. فاكتشفت فعلا انا بحب التصوير هوايه، يعني مش شغل ولا اي حاجه، لان انا كده كده كنتش بشتغل، معيش موبايل اصلا عشان اتعامل بيه. بس انا يعني كنت حاسه ان انا فقدت حاجات كتيره ان انا اصورها. يعني بنزل بطقم حلو، يا لو كان معايا كاميرا او موبايل كنت صورته ونزلته، بس بهدف ان انا حبيت الحاجه دي. ده بقى يعني ده اكتشاف رهيب، ان انا كاميرا يا جماعه، مش مهم موبايل، خلاص هاتولي كاميرا، مش مهم اتابع اي حاجه في العالم الخارجي ده، بس اصور وابني ذكريات، لان انا كل صوري اتمسحت، كل فيديوهاتي اتمسحت. عمري. فاللي انا عايزه اقوله في اخر الفيديو، ان لو انتي قاعده في مكان ما مفيش موبايل، عشان احنا بقينا مدمنين الموبايل، ففعلا انا لقيت كذا حاجه اعملها. يعني قريت كتب وقريت قرآن، طبعا دي حاجه اساسيه، كنت بصلي الصلاه بوقتها، وكنت بعمل كروشيه، ونزلت اتمشى، وعلاقتي بالناس بقت اتحسنت، لان انا التليفون كان بينرفزني فبقعد اتكلم كتير. الفيديو بتاعي خلص، ولو عجبك اعملي لايك واشتراك، واستنيني الفيديو الجاي عشان انا هحاول اصور لكم الحاجات اللي اشتريتها من الوكاله تاني، من غير فلوج بقى، سامحوني علشان هو الاستندات اتمسحت، ونحاول ننزل مره تاني، ربنا يدينا الصحه والعمر. يلا باي باي.